تخيلوا المشهد: جوزيه مورينيو الرجل الاستثنائي، المدرب الذي صنع المجد مع بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ثم مانشستر يونايتد، يعود اليوم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن من بوابة غير متوقعة على الإطلاق، نادي نوتنغهام فورست. الكثيرون يتساءلون بدهشة: كيف لمدرب بحجم مورينيو الذي اعتاد الجلوس على مقاعد أعظم أندية أوروبية أن يغامر مع فريق يصارع فقط من أجل البقاء؟ لكن من يعرف مورينيو جيدا يدرك أن الرجل عاشق للتحديات، فحين قاد بورتو في بدايته لم يكن أحد يتوقع أن يحقق معه دوري أبطال أوروبا، ومع الإنتر ميلان صنع التاريخ حين فاز بثلاثية الشهيرة. لذا فكرة أن يتولى نوتنغهام فورست قد تكون بالنسبة له مغامرة جديدة يثبت فيها أنه لا يزال قادرا على صناعة المعجزات. نوتنغهام فورست نادي له تاريخ عميق. لا ننسى أنه توج بدوري أبطال أوروبا مرتين في أواخر السبعينات، لكن واقعه حاليا مختلف تماما. فريق يصارع من أجل البقاء في البريمير ليج، يفتقد إلى الاستقرار، يعاني من محدودية الإمكانيات، ويحتاج إلى هوية واضحة. وهنا بالضبط قد يظهر دور مورينيو. مورينيو ليس مجرد مدرب تكتيكي، بل هو شخصية قيادية يجيد بناء عقلية انتصارات حتى مع لاعبين محدودين القدرات، وهذا بالضبط ما يفتقده نوتنغهام اليوم. ومع ذلك لا يمكننا أن نتجاهل الوجه الآخر للقصة. في السنوات الأخيرة لم يعد مورينيو يحقق نفس النجاحات التي اعتاد عليها. مع توتنهام الإنجليزي خرج بلا ألقاب، ومع روما ورغم أنه حقق بطولة المؤتمر الأوروبي إلا أن الأداء لم يكن مقنعا للكثير من النقاد. يضاف إلى ذلك شخصيته الصدامية وكثرة خلافاته مع الإدارات واللاعبين وأسلوبه الدفاعي الذي لم يعد محبوبا في الكرة القدم الحديثة. هل يقبل جمهور نوتنغهام فورست بأسلوبه الحذر؟ وهل يتحمل مورينيو مشروعا يحتاج إلى وقت طويل وصبر كبير؟ ومن جهة أخرى، وجود مورينيو على رأس الجهاز الفني للنادي يعد ضربة إعلامية وتسويقية قوية. تخيلوا أن ناديا مثل نوتنغهام فورست الذي قالما يحظى باهتمام عالمي سيصبح مفاجأة تحت الأضواء. سبيشال وان يجلس على دكة البدلاء. إذا نحن أمام رهان كبير، قد تكون خطوة تاريخية تعيد نوتنغهام فورست جزءا من مجده القديم بقيادة مدرب استثنائي، وقد تكون مغامرة فاشلة تضاف إلى سلسلة إخفاقات مورينيو الأخيرة. لكن مهما يكون من أمر، عودة مورينيو إلى البريمير ليج ليست حدثا عاديا، فحيثما كل هذا الرجل تبقى الأنظار مشدودة إليه، ويبقى السؤال مطروح: هل ما زال مورينيو قادرا على إثبات أنه الرجل الاستثنائي حقا؟ رأيكم في الكومنتات.